وأخيرا صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين يا أصحاب المعاشات. الرئيس السيسي بزف بشرى سارة لكل أصحاب المعاشات. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة من الزرار الأحمر الأسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. طبعا كلنا استلمنا معاشات شهر سبتمبر اللي فات، وقبضنا الفلوس بالزيادة ال15%، وقاعدين مرتاحين دلوقتي. تسكت كده على الزيادة؟ لا، خد الخبر الجميل عندك ده. 1500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين. طبعا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف بيزداد البحث على تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، واللي قيمتها 1500 جنيه، والتي أعلنت عنها وزارة العمل كخطوة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجا. وبتأتي منحة العمالة غير المنتظمة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الهشة في المجتمع، خاصة العمالة اليومية وغير المنتظمة، والتي تعاني من تدني الدخل وغياب الاستقرار الوظيفي. منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة بتعتبر منحة المولد النبوي الشريفة واحدة من سلسلة منح تصرفها وزارة العمل بشكل سنوي في مناسبات دينية واجتماعية، وبتستهدف بشكل مباشر الفئات التي لا تمتلك دخلا ثابتا أو تأمينات اجتماعية. ومواعيد صرف المنح العمالة غير المنتظمة: منحة عيد الميلاد المجيد بتصرف طوال شهر يناير 2025، منحة شهر رمضان بتصرف قبل بداية الشهر الكريم ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، منحة عيد الفطر المبارك وبتصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، منحة عيد العمال وبتصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر، منحة عيد الأضحى وبتصرف قبل عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي الشريف وبتصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريا. الفئات المستحقة لمنحة المولد النبوي عشان تعرف نفسك منهم ولا لأ: فبتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات الأكثر احتياجا، والتي يتم تسجيلها بمديريات العمل، وبتشمل الحرفيين بمختلف تخصصاتهم، عمال البناء والتشييد، المزارعون والعاملون بالزراعة الموسمية، عمال الصيد، الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا. وموعد صرف منحة المولد النبوي 2025: فمن المتوقع تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي تزامنا مع حلول ذكرى المولد النبوي في 4 سبتمبر 2025، حيث تسعى الحكومة إلى صرف الدعم في الوقت المناسب لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه المناسبة. وزيادة منحة العمالة غير المنتظمة: وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أعلن عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى التوسع في دعم الفئات والأضعف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل العمالة غير المنتظمة. وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بلغ نحو 1,164,012 عاملا تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية. وبتستهدف الوزارة رفع هذا العدد إلى 2,500,000 عامل خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول طبعا الدعم لأكبر شريحة ممكنة من المستحقين. وشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025: فحددت وزارة العمل عدة ضوابط يجب توفرها للحصول على المنحة، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يمتلك سجلات تجارية أو أنشطة رسمية مسجلة، أن تكون الحرفة مثبتة على بطاقة الرقم القومي، أن يكون الاسم مسجلا لدى مديرية القوى العاملة، ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما. طريقة التسجيل والحصول على المنحة: تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة آليات تشمل
حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل، التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع وزارة العمل، المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات. وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات يتم إدراج المستفيدين تلقائيا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية. كما يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وقم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط المخصص، واقرأ على قسم الخدمات الإلكترونية، واختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وادخل البيانات واضغط على كلمة إرسال الطلب، وتقدر تسجل الآن. وبمقدورك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت واتباع الخطوات الآتية. ادخل إلى قسم العمالة غير المنتظمة، وبعد كده هتضغط على الاستعلام عن المنحة، وادخل رقمك القومي، وسيجرى عرض حالة طلبك من الفور. وطبعا الفترة اللي جاية كل الناس هتاخد زيادات كبيرة، خصوصا ان النهاردة الناس اللي ما تعرفش انه تم رفع اسعار الكهرباء الخاصة بالسيارات. سيارات الكهرباء في مصر، الكهرباء النهاردة ارتفعت ليهم 100%. في كلام كده ان هيكون في زيادات برضو على حاجات كتير جدا اليومين اللي جايين. هيكون في زيادات على الحاجات الموجودة. طبعا بالنسبة للمحروقات، المحروقات كلها هتزيد الفترة اللي جاية، وهتزيد بشكل كبير ما بين 2 ل 4 جنيه لمعظم، سواء بنزين او سولار او مازوت او اي حاجة من المحروقات. بالإضافة إلى أنبوبة البوتاجاز هتزيد برضو دفعة كبيرة، ممكن تزيد 50 أو 100 جنيه حسب الكلام اللي بيتقال خلال الفترة اللي جاية. فعشان كده هنشوف زيادات كبيرة، فلازم الحكومة المصرية تدعم أصحاب المعاشات بحاجات كتير خلال الأيام اللي جاية. فاستعدوا لحاجات كتير جدا 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 خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنها هتكون مفرحة جدا جدا جدا، سواء لأصحاب المعاشات أو أصحاب المرتبات بشكل كبير جدا. الناس كله هياخد زيادات كبيرة جدا جدا جدا. استعدوا يا جماعة، لأن الموضوع هيكون للكل، والكل هيفرح بالزيادات الجديدة المرتقبة. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، اتفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.